السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ أكيد قابلك في يوم من الأيام حد من الناس الكبار شوية، كبار سنًا، وقال لك أنتم جيل مهبب، مش كده؟ آآ طيب أولًا بس عايزين نحدد يعني إيه كلمة جيل. جيل هم مجموعة من الناس بيكون عمرهم متقارب تقريبًا في range من 15 ل20 سنة بيكون الجيل، وبيكون ليهم سمات وصفات معينة مرتبطة برضه بالتطور التكنولوجي والمستوى المادي والاجتماعي اللي العالم بيمُر بيه في الوقت دوّة. وعلى أساسه بنقسّم عُمر الإنسان لكذا جيل، يعني تقريبًا برضه هتلاقي مثلًا على النت موجود، يعني دلوقتي قدّامي التقسيمة من 1901 لحد 2020. أنا مثلًا مواليد وليكن 96 فأنا تقريبًا في جيل الmillennials أو ممكن أخُش في generation Z. آخر 3 generation كده بالترتيب في بيتا، ده اللي هم موجودين دلوقتي، أصغر ناس يعني، وقبلهم ألفا اللي هم بداية من مواليد 2010 وقبليهم generation Z أو اللي هو حرف الZ بالإنجليزي. طيب، فعايزين نتناقش ونتكلم عن الانحطاط الفكري، وإن مستوى الوعي الثقافي للأسف بقى في الأرض، بقى في الطين حرفيًا. وما اتكلمش هنا فقط على الأخلاق، أنا باتكلم عن الأخلاق والثقافة وحتى أخلاق الفنون، يعني تلاقي مثلًا حاجة اسمها الفن الشعبي أو الأغاني الشعبية اللي بنقعد نسمعها ديّة، وبدأت تتجه لمواضيع مش كويسة بتشجّع على البلطجة وغيره، مش كلّهم بس يعني ما علينا، للأسف الأغلبية كده يعني. آآ وفي حقيقة الأمر الناس الكبيرة دايمًا بيقول لك أنتم الجيل السبب، الجيل ده إحنا ما شُفناش زيّه قبل كده، أنت جيل شيطاني، أنت جيل طالع إزاي؟ ولكن الوضع ما بدأش كده. في مقولة شهيرة بيقولوا إن دايمًا ذاكرة العامة 3 سنين، يعني المشكلة اللي الناس فيها كانت من 3 سنين، هم دلوقتي عامة الشعب أغلبهم نسيوا المشكلة ديّة، لو مشكلة يعني تخُص البلد أو تخُص العالم يعني. فباقول لك دايمًا ذاكرة العامة 3 سنين. فتعالَ كده نبُص بصّة على الأجيال اللي قبل كده، ونشوف إزاي وصلنا للمرحلة ديّة في انحدار الوعي الثقافي أو انحدار الأخلاق بالمنظر دوّة. هتلاقي مثلًا إن تقريبًا في الخمسينات والستينات 1950، 1960 الرينجات ديّة، هتلاقي كان مسيطر فكر أو ما قبل ذلك، كان مسيطر فكر القرية على المجتمع المصري. أخلاق القرية وإن الناس عارفة بعضها، وإن ما فيش الحاجات الوحشة اللي إحنا بنسمعها ديّة، تلاقي الصغير بيحترم الكبير، وتلاقي إن دور الأب في الأسرة دور مقدس، ودور مهم ودور محوري، وهو اللي بيقود الدَفّة. ما فيش برضه بعض الأفكار المسممة في فكر النساء. تلاقي دور المُعلِّم أو وقتها حتى اسمه شيخ القرية، يقول لك ده الشيخ بتاعي، الشيخ دوّة هو اللي أنا باخد من على إيده العلم، وباتبنى فكره الثقافي أو الفكر الديني بتاعه. طبعًا بعد كده بدأ يظهر حياة المدينة عندنا في مصر، وبدأ يظهر حياة إن إحنا هنسيب القرية، ونبدأ نتجه للحياة في المدينة، وقد إيه الحياة في المدينة جميلة، ولازم نسيب الزرع والخضار والحياة الهادية الوحشة بتاعة القرية ديّة، ونروح المدينة بقى ونبدأ نشتغل، ونبدأ نبدأ نشوف بيسموها إيه، بيسموها انكشافنا على العالم، أو يعني التفتُّح، إن إحنا بدأنا نشوف حياة برّه عاملة إزاي، وتقريبًا نقلّدها عندنا. هتلاقي في الفترة ديّة والفترة ديّة اللي أنا باعتبرها بداية الفساد، هتلاقي بدأ يحصل أمور كتير ما كانتش ضمن الفكر المصري بتاع القرية، يعني تبدأ تلاقي مثلًا اللبس القصير بدأ ينتشر جامد جدًا وسط السيدات في الوقت دوّة، بدأ الناس تبدأ تشوف جانب تاني من الحياة، دايمًا الإنسان للأسف بيبُص على الأمر من جهة واحدة، فلمّا ينعرض عليه فكر جديد بيبدأ إن هو يتشد ليه شوية، ما بيقدرش إن هو يستوعب مساوئه بسرعة. فبدأت تبدأ بقى الإيه، للأسف انتشار المشروبات اللي مش كويسة، تبدأ انتشار السجاير وقتها، بدأت برضه الفساتين القصيرة، بدأت مع ظهور السينما، التعرّي في السينما اللي بدأ تدريجي جدًا، برضه يعني خلّي بالك من النقطة دي نقطة مهمة، لحد ما بدأ بذرة أول بذرة فساد تقدر توصّلنا للي إحنا فيه دلوقتي، تقريبًا في السبعينات والتمانينات، خصوصًا التمانينات. بدأ يظهر الفن الشعبي، يعني تلاقي مثلًا
بدأ يظهر حد زي عدوية. أنا مش ضد الناس دي خالص، بس أنا برضه باتكلم عن إن ما قبل ذلك الأغاني كان ليها معاني. ولكن ما بعد ذلك الناس بدأت تنساق ناحية اللحن أكتر، وبدأت تنساق ناحية الأفكار الشاذة أو الأفكار الخارجة عن حياة، أو الخارجة عن مبادئنا بتاعة القرية بتاعة زمان، أو مبادئ الدينية بتاعتنا يعني. فبدأ يظهر زي ناس زي عدوية، ناس زي حكيم، حسن الأسمر. بدأت السينما يظهر فيها التعري بشكل أكبر وأوسع. بدأت بذرة الفساد بدأت من الجيل دوت. وطبيعي جدا ومنطقي جدا للأسف برضه بسبب الوضع الاقتصادي اللي مش كويس اللي احنا بنعيشه. فللأسف برضه بدأ ينهار أو يعني يحصل مشكلة شوية في منظومة التعليم. في أغلب للأسف منظومات يعني بدأ يحصل فيهم مشاكل. فبالتالي وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها ديت. فالجيل دوت ما طلعش، بدأ هو الفكرة الجديدة، بدأ هو فكرة الفساد، أو بدأ هو فكرة انعدام أو انحدار الأخلاق. لأ، دايمًا إحنا بيبقى في تسلسل. يعني دايمًا يبقى ال الشخص الفاسد غالبًا بيكون نشأ في مجتمع أو في أسرة فاسدة، دي اللي علمته الفساد، أو على الأقل أسرة مش مهتمية بيه بالشكل الكافي إن هي تطلّعه إنسان مؤثر في المجتمع وليه تأثير إيجابي في الحياة وحياة اللي حواليه. ف فيا جماعة يعني هتلاقي دايمًا برضه، خلّينا كده نشخصن الموضوع أكتر وما نقولش مصطلحات كتير. أنا شايف إن مثلًا فساد التعليم بدأ من مدرسة المشاغبين. فكرة إن أطلع بعمل فني أو بفكرة أعرضها على الناس كلّها، والناس وقتها بيحبوها ويدفعوا فيها فلوس ويضحكوا so fun جميل جدًا رائع. دوّة بيحط في اللاوعي بعد كده الأجيال ديّة والأجيال اللي بعديهم، إن لأ بُص، ده أنا عشان أبقى كويس مش هاطلع دكتور ومش هاطلع مهندس، أو مش هاطلع شخص إن أنا باذاكر وعارف دين وعارف مبادئ، لأ. أنا عشان أبقى كويس والناس اللي حواليّا، خلّي بالك أغلب الأحيان الإنسان بيقيّم تصرفاته من خلال اللي حواليه، عشان كده البيئة بتأثّر عليك، والبيئة بتأثّر عليك أكتر ما أنت بتأثّر بيها، خصوصًا في السن اللي في الأول. فبدأ الناس يشوفوا إن هو والله أنا عشان أبقى كويس والناس اللي حواليّا تعجب بيّا، فأنا لازم أعمل زي مدرسة المشاغبين اللي نزلت. فسبب فساد التعليم اللي إحنا فيه دلوقتي هي بسبب البذرة بتاعة مدرسة المشاغبين، والناس مشيت عليها لحد ما وصلنا لل اللي بيحصل في المدارس للأسف من بعض الأطفال، أو من بعض هم أطفال يعني. وسبب فساد برضه دور الأسرة، مش فاكر كان اسمها اللي هي بتاعة رمضان السكري دي، مش فاكر والّا إيه برضه. فكرة الاستهزاء بالأب، وإن أنا أتريق على الأب. فيا جماعة أنا ما باتكلمش برضه تاني على الانحدار في السينما حاليًا. أنا باتكلم على الانحدار اللي حصل في جيل الأجداد اللي هم دلوقتي يكونوا أجداد، وما قبل الأجداد كمان. وإن هو دوّة بذرة الفساد اللي هم تقبّلوها وقتها، تقبّلوا مدرسة المشاغبين، تقبّلوا فن هابط، تقبّلوا العُري اللي بيحصل وشجّعوه بفلوسهم. هو دوّة البذرة دي لمّا اتسقت ظهر الفساد اللي منتشر في الجيل الحالي. فمعلش لمّا حد كبير بعد كده يعني يقول لك أنتم جيل كذا وكذا وكذا، ويعني إحنا ما كناش كده، لأ، حضرتك أنت اللي زرعت البذرة ديّة وسقيتها عشان يطلع اللي أنت دلوقتي شايفه. واللاوعي بتاعك وعدم العلم بتاعك هو للأسف السبب في اللي إحنا بنعيشه دلوقتي. شكرًا لحضراتكم.